السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نقترح عليكم البطبوط اللي غادي نعمرو بالسبانخ والجبن. كيجي لذيذ بزاف. وغادي نبداو بالعجين. هو الاول كنحتاجو الدقيق بطبيعه الحال. غادي يكونوا هاد المقادير على حسب عدد الاشخاص اللي عندكم، يعني عينكم ميزانكم. فكنبدا بالدقيق هو الاول. كنزيد عليه معلقه ديال الخميره ديال الخبز، معلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه ديال السنيده. انا زدتها في الحليب دافي. هاد الكاس ديال الحليب درت فيه معلقه ديال السنيده باش تذوب وزدتها عليه. صافي كتخلطوا الخليط وكتخليهم مرخوف، ولا احتاجيتوا الماء عاد كتزيدوه، يعني كتزيدوا الماء بشويه بشويه. صافي كتجمعوا الخليط بحال هكا وكتخليوه يرتاح. كنغطيه بالبلاستيك الغذائي وكنخليه يرتاح على خاطره بهذه الطريقه. باش غادي ندوز نوجد الحشوه اللي غادي نعمر بها البطبوط. كناخذ مقله كتسخن، كندير فيها شويه ديال الزيت، معلقه كبيره ديال الزبده، وكنزيد عليها البصله، تقريبا شي بصله صغيره مقطعه مزيان. كنشحرها وكنزيد عليها معلقه صغيره ديال الملحه بحال هكا، نص معلقه تقريبا، ماشي بزاف باش ما يجيش مالح، لان الجبن فيه الملحه. البزار نص معلقه. صافي وكنخليهم يتشحروا مزيان حتى كتحمر هاد البصله شويه. وكنزيد عليهم سبانخ واخا كيكونوا بزاف راه من بعد كيدبلوا كيولي غير شويه. صافي كنبقى نحرك فيهم. كنخلطهم مزيان مع هذيك البصله باش يشربوا حتى هذيك النسمه ديال الزبده وديال البصله. صافي كنبقى نحرك فيهم مزيان كيوليو بحال هكا. ملي كتوليو تشوفوا غير الزبده والزيت كينشفوا من الماء تماما، صافي كنطفي عليها وكنخليهم يبردوا. كنحطهم في هاد في زلافه بحال هكا حتى كيبردوا هكا. شفتوا راه ما فيهمش الماء نهائيا. صافي وكنزيد عليهم هذاك الجبن، غير كيما قلت لكم تردوا البال مع الملحه، لان الجبن حتى هو كيكون مالح شويه، فديروا الملحه غير شويه. صافي كنخلطهم بحال هكا مع بعضياتهم. وكنخليهم على جنب باش هما صافي هكا. العماره ديالي وجدات. صافي دابا راه جاهزه. دابا غادي ندوزو العجينه من بعد ما ارتاحت. صافي كنعاودو بحال هكا يعني نجمعوها شويه بهذه الطريقه. راه كتكون رطبه وانا خليتها مرخوفه شويه باش يجيني البطبوط مزيان. وكناخذ واحد المنديل اللي كنرشوا عليه شويه ديال الطحين فين غادي نحطوا هذوك البطيبيطات ديالنا بهذه الطريقه. صافي العجينه كنقسمها على قياس البطيبيطات اللي بغيتو. شوفوا نتوما واش بغيتوهم صغار ولا كبار. صافي وكنبدا ناخذ بالوحده بحال هكا، وكنحط فيهم هذيك العماره من الداخل بهذا الشكل. الصراحه راه كيجي بنين بزاف حيت كيذوب هذاك الجبن، وهو اللي كيلذذ هذاك البطبوط. كيجي واعر الصراحه وخفيف ورطب، لان معجون بالحليب والعجينه خفيفه ديجا، فكيكون زوين بزاف. صافي كنبقى نعمرهم بهذه الطريقه وحده بالوحده، وكنخليهم يرتاحوا شويه.
بحال هكا. غادي ناخذ وحده اخرى بنفس الطريقه. انا ما كنبغيش نكورهم وعاد نبدا نعمر فيهم، كنبغي ناخذ العجينه هكاك ونبدا نعمر فيها باش ما يجينيش داك الدقيق لداخل في البطبوط. كنبغي نخلي غير العجينه صافي. كنتمنى تكونوا فهمتوا شنو قصدت. صافي بحال هكا. غادي نزيد وحده اخرى باش تشوفوا معايا. صافي يعني خفافين وساهلين، يعني العماره ساهله، ودوك الالوان الابيض مع الخضر صراحه فنين، راني كنشكر في راسي. صافي كتلولبوهم بحال هكا، وراه دغيا كيوجدوا ساهلين صراحه. انا عجبوني. صافي ملي كنكملوا كل شيء كنخليهم يرتاحوا بحال هكا، وكنبداو نقرصوا فيهم وحده بوحده عاوتاني بحال هكا. وكنرشوا شويه ديال الدقيق حتى كنكملوهم كاملين. كنكملوا بنفس الطريقه حتى كنكملوا البطبوطات كاملين ديالنا. صافي بحال هذا الشكل، وكنخليوهم يخمروا. كنغطيوهم ندفيوهم واحد شويه ونخليهم يخمروا. من بعد ما كيخمروا كنجيب نفس المقله اللي صايبت فيها السبانخ صراحه، لان باقا فيها ديك النسمه ديال السبانخ والزيت والزبده، فنفسها غادا نبدا نطيب فيها البطبوط. كنحطوه هكا وكنتكها بالفرشيطه صافي، وكنخليهم يطيبوا على خاطرهم. مره كنقلبهم على جوج جويه حتى كيتحمروا. الصراحه راه كيجيو فنين غزالين، خصوصا في رمضان، يعني مع الحريره ولا مع الشوربه كيجيو فنين وخفاف وسهلين، زعما ماشي فيهم بزاف الحوايج، غير السبانخ والجبن كيجيو بنان. صافي كنبقى هكا ندور فيهم باش يتحمروا مزيان ويطيبوا من كاع جوايه وحده بوحده بهذه الطريقه. كنحطوا وحده اخرى بهذه الطريقه حتى هي نفس الشيء. انا تعمدت ندير وحده وجوج وهذا باش تشوفوا مزيان، وكنبقى ندور فيهم على كاع الجوانب. الصراحه كيجيو غزالين، هذاك الجبن كيدوب وهو اللي كيلذذ هذيك العجينه، كيجيو فنين. كنتمنى تجربوهم ويعجبوكم، وما فيهمش الزيت والزبده بزاف، يعني صحيين واهم شيء مغذيين.
شفتوا كيفاش كيبانوا؟ راه واخا هكاك الكاميرا راه كتظلم الصوره، في الحقيقه الصراحه راهم زوينين وخفافين، يعني غزالين. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، بحال هكا كيجيو غزالين بالصحه والراحه. كنتمنى يكونوا عجبوكم، وشكرا على المشاهده. السلام عليكم.